بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حبايبي. النهارده باذن الله هنعمل طاجن بابسط حاجه، كل حاجه موجوده عندنا في البيت. هنعوز بطاطسيتين، طماطمايه، بصلتين، قرنين فلفل، السوسيس ده ممكن تعملوا منه بدله اللانشو، ممكن تعملوا اي حشو انتوا عايزين، يعني مش شرط سوسيس. 2 بيضه. دي وجبه سهله ممكن تتعمل في الغدا وفي العشاء وفي الفطار، خفيفه جدا. طبعا البطاطس هنبشرها بمبشره البصل، هنبشر البطاطس وهنقطع الطماطم قطع صغننه، والبصل هنبشرها، والفلفل هنقطعه قطع صغننه، وهنشوف مع بعض دلوقتي. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، جبت مبشره البصله وامسك البطاطسايه ابشرها بالشكل ده. طبعا هدنيني ابشرها لغايه ما تبقى بالمنظر اللي انتم شايفينه ده اهو، وهبشر البصله زيها بالظبط وهوريها لكم بعد ما نخلصوا يا حبايبي. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، بعد ما بشرت البطاطس بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبشرت البصل وبشرت الطماطم، يعني كله اتبشر الا الفلفل اللي رحت مقطعاه، وقطعت السوسيس بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنجيب طاجن على البوتاجاز او صينيه بالشكل ده كده، ونحط فيه معلقه سمنه. اللي عايز يعمل بزيت يعمل، اللي عايز يحط زبده يحط، اللي انتوا عايزينه بالمنظر ده يا حبايبي. وهروح حاطه السوسيس يا دوب يشلوح فيه اهو. اول ما ياخد الشلوحه بتاعته هنشوف برضو هنعمل ايه تاني. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي، بعد ما شلوحت السوسيس بالشكل دون يعني استوى بالمنظر ده كده، هروح مطلعاه في الطبق. اروح بسم الله الرحمن الرحيم مطلعاه في قلب الطبق. كده طلعت السوسيس كله. السوسيس زي ما انتوا عايزين تعملوا ربع كيلو، نص كيلو، اللي انتوا عايزينه. نحط البصلايه يا دوب تتشوح، يا دوب تتشوح كده. هنضيف لها البطاطس اللي احنا بشرينها بمبشره البصل، وقمنا عليها غسلناها غسله نظيفه في المصفى وصفيناها وجبناها، لان لو سبناها من غير غسيل لونها هيحمر. ونروح حاطينها. شوفوا بيضه جميله ازاي. اول ما تبشروها تغسلوها في المصفى عشان تصفي ميتها غسله حلوه والنشا بتاعها يروح اهو. حطينا البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينها ده، ونقلبه في بعض ونسيبهم لغايه البطاطس تخش في السوا، تتشلوح كده في بعضيها لغايه نص سوا. عشان ايه؟ لما نضيف لها الحاجات التانيه وتتعمل يبقى كده استوت. لانها لما تتحط في الطواجن هنحطها تحت الشوايه بس تاخد اللون بالشكل اللي انتوا شايفينها كده، ونسيبها لغايه ما البطاطس دي تخش نص سوا. في حاجه اقول لكم عليها، قلت اضيف شويه فلفل الوان. طبعا احنا الفلفل الالوان عملناه فيديو قبل كده قلت لكم على تخزينه. الطريقه اللي انا عاملاها في الفيديو جميله جدا. شوفوا الفلفل الواحده بوحدتها ازاي، مش معجن ولا اي حاجه. هتلاقوا الواحده بوحدتها كده ولا مهري ولا اي حاجه. طريقه التخزين دي جميله جدا. اما لما كنا بنعمله ونقطعه ونحطه في الفريزر على طول، كان نيجي نطلع الكيس نلاقيه منزل ميه ومعجن. اما دون بص اللهم صل على النبي، الواحده بوحدتها اهي. طبعا لما بيبقى موجود معاك عندكم في الفريزر ممكن تدخلوه في اي نوع من الاكل. لما البطاطس تشلوح كده مع البصله نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، بعد ما شلوحت البصله والبطاطس بالشكل اللي انتم شايفينه دون، هروح ضايفه الفلفل والفلفل الالوان واقلبه مع بعضه كده.
بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هروح ضايفه حبايه الطماطم المبشوره عليها اهو. ايه تاني؟ هحط الملح، شويه ملح وشويه بودره ثوم وشويه كاري وشويه فلفل اسود، بس مش كتير يعني حاجات بسيطه كده، ونفضيها عليها ونقلب الخليط كله في بعضه كده. كل الجناب عشان يبقى كله في الالوان بالمنظر ده، ونسيبه يكمل سواه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، بعد ما طفيت على البطاطس حطيت لها شويه جبنه موتزاريلا في قلبيها كده. تعالوا ما نجيب الطواجن. الطاجن هنحط له ريحه زيت صغننه قوي وندهنه كويس اهو من الجناب ومن كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حبايبي. طبعا على حسب الافراد كل واحد ياخد له طاجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده اجيب الخليط اللي احنا عملناه افضيه في قلب الطاجن، بسم الله الرحمن الرحيم، واجيب السوسيس واحطه في قلبيه اهو زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. اجيب الخلطه اللي احنا عاملينها اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حبايبي، واروح جايبه السوسيس في قلبيها اهو. بفضلين بقى نعملهم في طاجن تاني، ونجيب برضو حبه من الخلطه كده على الوش كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حبايبي. بعد كده هروح ضربه البيض في شفشق الخلاط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وافضيه عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، بالمنظر ده كده. بعد كده هروح جايبه الجبنه الموتزاريلا على الوش، طبق شهي وجميل جدا ومغذي ومش مكلف والله بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده حبايبي. بعد كده هروح واخداه تحت الشوايه هدي الوش، لان كل حاجه مستويه فيه، يا دوب ياخد الوش ونطلعه ونشوفه حبايبي. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي، بعد ما الطواجن طلعت من الفرن بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا جميله، وطبعا في الطعم روعه جدا. نطلع منها معلقه كده ونشوف، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي السوسيس طالع منها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الطعم خطير جدا، والمطه اللي فيها دي مطه الجبنه الموتزاريلا. ودي طريقه طاجن البطاطس بالسوسيس على طريقه مطبخ ماما بطه. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في مطبخ ماما بطه واعملوا لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.